يا باشمهندس شوف التفاحه اهو، بسم الله ما شاء الله. بشاير التفاحه اهي، ارضي بسم الله ما شاء الله. دي بشاير التفاح. بص الخوخ اهو يا باشمهندس، يعني الخوخ خلص من السوق واحنا عندنا خوخ لسه برضه اهو. ده الخوخ، السجر ده كان ضارح كل ده بس ايه اكلناه يعني. والبركه اهي بنسنبل منها الليمون. ودي الجوافه برضه طارحه اهي، الجوافه طلعها بشاير السنه دي ما شاء الله. اول سنه ليها طرح ان شاء الله. ده هيتي البشاير. البركه فيها الميه اهي، اللي هتصب فيها الميه دي جايه من البير من فوق عند الطاقه، بتصب في البركه وبناخذ منها بنوزع للسجر. تمام، لان حاطين فيها سمك، بيطلع الميه بالامونيا تروح بالسماد الامونيا بتروح يعني للسجر. بذل الشجر. للسجر. طبعا دي جنينه فيها جميع انواع الفواكه، فيها بشمله، فيها خوخ، فيها تين، فيها زيتون، فيها جوافه، فيها استفندي، برتقال صيفي، فيها قصب، فيها سجرة الزبده. دي نادره ما تلاقيها في اي حته في الجمهوريه، عندنا احنا بس سجر الزبده موجوده هناك اهي، والحمد لله كبرت. احنا كنا جبنا شتله صغيره 10 سم، دلوقتي فيها حوالي متر ونص. فعندنا منجه الحمد لله. التربيعه دي كانت مزروعه شعير. هروح دلوقتي اتفرج على السمسم والبرسيم الحجازي. حضرتك وادي البرسيم الحجازي هناك. انا عندي من على الطريق بس عشان اصور. ده نبات الكركديه يا باشمهندس، ده هو وده السمسم. احنا زارعين الجسور كلها كركديه عشان لو في اي نسبه ملوحه بتاع يشتد الكركديه فبنضف الارض يعني. وبرضه كنا محصول. ده البرسيم يا باشمهندس، بس هو ايه يعني زي ما نقول يعني عطش مننا لان كانت في صيانه في البير فعطش مننا، والحمد لله يعني انا ارضه تنشف روين امبارح وهحش على طول ان شاء الله. هذا البرسيم حضرتك، وهناك سجر الليمون معمول برضه بجور وجاهز. حضرتك يا باشمهندس لو عايزين نروح نصور برضه هناك نروح نصور هناك برضه. النخله دي مخضره وحدها سبحان الله. شجره الليمون دي كانت جايه عود واحد فقط، يعني ارتفاع 50 سم، عود واحد زي الصباع كده. خلال سنتين حصل فيها كده سبحان الله. سمسم وبرسيم وجوافه ومانجا وتفاح. عندكم تفاح؟ موجود تفاح. موجود تفاح؟
وليمون، وايه كمان؟ وبشمله وبشمله كمان، مانجا ومانجا، زيتون زيتون، تين تين. بلدي. اه وعندنا برتقال صيفي، تمام برتقال استفندي، تمام عندنا مشمش، تمام عندنا برقوق، تمام، عندنا زيتون. ما شاء الله قلت لك على الزيتون انا. ما شاء الله. عندنا بقى شجره مش موجوده في الجمهوريه، اللي هي شجره الزبده. ما شاء الله. عندك ناس تقول لك في مانجا زبده، لا انا عندي الزبده الاصليه. على الاصل ده. ايوه تيجي من شرق اسيا. تمام. هي دي اللي عندي. ربنا يبارك فيك. امين يا رب. باي باي يا حكام المجتمع. اوعوا تنسوا عم الحاج عبد العزيز لو انتم مشاهدين معانا، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. ادعوا له الحاج عبد العزيز دول اولاده. لقيته راجل كبير، اتفاجئت اول مره يجي لي حد كبير في السن ويبقى يعني مصر ان يجي معاينه ويقول لي اولادي امانه في رقبتك. حقيقه رحمه الله عليه الحاج عبد العزيز من سوهاج. دي حته من سوهاج. قريه السعد الله. قريه سعد الله. طيب يا عم الحاج، ده انت الصلاه على النبي معاك الحاج حسن حاجه تبارك الله، ابنه الكبير، معاه الحسين ابنه اللي بعد الحاج حسن، معاه علي ابنه اللي بعد حسين، صح كده؟ مش ده الترتيب ولا انا بغلط؟ مظبوط. معاك احفادك، حاجه ما شاء الله. بعد ده كله انت خايف عليهم. الله، اولادي امانه في رقبتك، اديهم حته كويسه وادوهم ارض عشان ما حدش يضحك عليهم في البلد. الجماعه كان لهم طلبات يعني خاصه جدا، ان هم عايزين ارض جنب القريه، ولذلك لمسوا معانا في المشروع اللي احنا قاعدين فيه. كل يوم هتلاقوا حكايه جديده في بيت جديد على دماغ الارض. عشان كده احنا بنقول بيتك في غيطه، وبقول ان احنا يعني لا امل ولن اكل عن هذا الامر. بيتك في غيطك زي ما احنا شفنا في بدايه الفيديو، الارض على الطبيعه، شكل البيت على الطبيعه، القعده اللي احنا قاعدينها بطبيعتها، مفيش ترتيب. المرتبه اللي على الارض زي ما هي، السرير السوسد زي ما هو، مفيش اي حاجه متغيره. هات القله يا حبيبي المشرب، كلمه في حدوته كده، كلمه في حدوته. والقله واخد بالك مركونه للشرب. اشرب يا عم، هنجيب القله الثانيه. اشرب بس اشرب. الحياه الطبيعيه اللي احنا بندور عليها، الحياه الطبيعيه. بسم الله. ما شاء الله. يعني موضوع القله يعني طبعا القلل بتتكسر كتير. صينيه القلل الجماعه اللي عارفين بيبقى فيها 5 6 قلل. يعني كان دايما القله ايه، القلل تتكسر من فوق، تتقطش كده، وبعدين ايه هتروح بقى عند واحد فيتك شويه وعنده ضيف بيقول لك يالا هات القله القطشه ميتها ساقعه. طب ما كل القله القله المقطوشه. عشان بس بعلمك حاجه بس تعملها بس. فالنهارده كل يوم حكايه جديده في بيت جديد. عم عبد العزيز رحمه الله عليه وصاني على حسن اللي هو ما شاء الله ده ابنه، ده حد من اولاده. حسن ده عنده بنات متجوزه وعنده شباب اللي دخل الجيش واللي ولكن سبحان الله يا اخواني، انا شفت حاجه غريبه في عم عبد العزيز واتاكدت منها بعد كده في ناس كتير، ان مهما ابنه كبر هو صغير، مهما ابنه بقى داير في السوق ومتمرمط بس برضه هو خايف عليه. رحمه الله على عم الحاج عبد العزيز، وربنا يبارك في اولاده حسن وحسين وعلي واولاد عمي حسن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبسوط؟ الحمد لله مبسوط بجد؟ الحمد لله. انا كنت لاقي فين، الحمد لله، ده نعمه كبيره. يعني ما انضحكش عليك؟ الحمد لله. ولا الناس ضحكت عليك في البلد؟ ابدا. هم ضحكوا عليا. انا جاي قال لك انت رايح جبل، الجبل عاوز جبل وانا قد الجبل. الله. انا قد الجبل الحمد لله. عارفين قد الجبل؟ الكلمه دي لازم نعرج عليها. قد الجبل مش ان هو معاه فلوس، قد الجبل صبر. ان هو طموح وامل وعزيمه وصبر زي ما هو قال. هيديك الجبل هيديك جبل. الجبل مش عايز جبل، الجبل عايز عزيمه وصبر وطموح وامل، والجبل هيديك جبل. الجبل عايز قاعده زي كده، ان انت تبني وتقعد على دماغ الارض، ان انت يجي عليك الظهر زي كده هتقوم بالشعله والانبوبه. انت كنت شايف بتضرب طماطم كده، كنت هتعمل ايه؟ مكرونه ولا هتعمل ايه؟ لا نعمل مسجع. هيقوم جايب بدنجتين هو خد الشفشق جوه. انا لقيت الخلاط هنا دلوقتي. ايوه رد طرف عيني كده عارف موجود. ما هو كده دلوقتي يا اما هيعمل شويه مكرونه محمرين تمام ببطين مسلوقين وبطاطسايه مقليه، يا اما هيعمل زي ما هو قال برضه نفس القصه، بطاطس مقليه وممكن ما تقليهاش، وبدنجان مقلي بس ده لازم ينقلي وممكن ما تقليهوش برضه، مع قرنين فلفل
مع لو عندك كوسايه وهيقوم جاي ضارب البصلتين طرنشات على نص وضرب القصه دي مع بعضها وحاطط عليها الطماطم وعامل حاجه اسمها مسقعه. يا ابو حاج. عبد الرحمن بعد اذنك اقطع كلامك. اتفضل. سامحني. اتفضل. انا النهارده اشتريت خضار من السوق. تمام ان شاء الله بعد شهر هجيب من الارض بتاعتي لان زارع باذنجان. تمام تمام وزارع عندي هجيب شجرات فلفل ازرعها. تمام. فانا دلوقتي اللي اشتريته من السوق بكره مش هشتري. بكره تطلع انت السوق. عندي في الزرع موجود في الجنينه زرعه. النهارده اللي جابه من السوق بكره هيطلع هو السوق، وده اللي احنا بنتكلم عليه، ان الانسان لازم يكون له بصمه في بناء المجتمع. هو كده بيساعد في بناء المجتمع، بيساعد في دفع عجله الانتاج اللي المتشققين بيضحكوا عليه. يقول لك بتاع عجله الانتاج ده اسره دير يزعل. امال مين اللي هياكلك ومين اللي هياكل بقيه الشعب اللي زي ده يترفع له القبعه. يا سفيه يا متشدق في الفاضل. في الدول الخارجيه اللي فاهمه يعني ايه تنميه، اللي زي ده بتلف عليه اللجان في الارض ويعملوا له دعم مكون فيه انت عايز ايه؟ انا عايز جرار، يجيبوا له جرار. الجرار ده هو مؤجل، لما تبقى تنجح يبقى سد فلوسه. يجوا بعد 6 شهور يلاقوه التنميه كانت عنده 70 بقت 100%، يعملوا تقرير يقولوا له الجرار ده اهو احنا شلنا نص فلوسه. يجوا بعد 6 شهور يلاقوا التنميه عنده زادت، الجرار ده اهو بقى منحه. يجوا بعد شويه يلاقوا التنميه زادت كمان، يقولوا له هات الجرار القديم ويديله جرار جديد واحنا نشتريه اللي اسمه استيراد. الجرارات القديمه اللي بياخدوها بقى ديت بيحطوها في مشون معين، بيجي المستوردين بتوعنا بتوع مصر وجميع الدول ياخدوا المعدات ديت يبيعوها في بلادهم، اسمها الايه؟ اسمها الاستيراد. فاذا الفلاح هو العمود الاساسي لبناء التنميه في البلد قولا واحدا، لان هو عليه الصناعه، هو عليه التجاره، كل ده بعد منه، هو عليه الاكل والشرب. ده النهارده ده زرع قمح، علي زرع قمح، يبقى علي اكل العيله بتاعته هو واخواته، تمام؟ واكل كمان حوالي بتاع 15 عيله، يبقى هو كده ساعد في سد الفجوه ما بين الاستهلاك والاحتياج. عارفين القصه دي ولا لا؟ الاستهلاك والاحتياج، الاستهلاك يعني الاكل والشرب اللي احنا بنستهلكه، والاحتياج يعني العجز اللي احنا بنجيبه بنستورده من بره بالدولار والعمله الصعبه. يبقى الراجل ده لبنه في بناء المجتمع ولا لا؟ يبقى الراجل ده يقعد على دماغ ارضه ونشجعه ونشجع غيره يقعد على دماغ ارضه ولا لا؟ دي اللي احنا عايزين نبينه على للناس. كل يوم حكايه جديده مع واحد جديد سكن في قلب الارض وكل وشرب وعرف الجو عامل ازاي وعتبه المكان عامله ايه. ايه رايك في المكان هنا بينه وبين القريه قد ايه؟ ممتاز. بتروح ماشي احيانا؟ اروح لسه جاي ماشي من القريه. ماشي. لسه جاي ماشي، جبت خضار وجبت عيش وجيت ماشي من القريه. تمام. الناس هنا في القريه كده لما احنا جايين هنا المشروع بقاله كام سنه؟ 3 ولا 4؟ لا لي حوالي بتاع 4 سنين. 4 سنين، اقول 4 سنين صافي على بدات تزرع. الناس بيقولوا ايه في القريه؟ مبسوطين بيكوا، زعلانين منكوا؟ والله هو يا شيخ انا ما اكذبش عليك، لما جينا في البدايه كان كله ناقم علينا، انت جيت خدت الارض الكويسه اللي عندنا، حته ارض ممتازه احنا كنا مخلينها لينا، والله ما بجملك انا بقول لك الصراحه والله، وعملت كذا مشكله مع ناس بسبب الحكايه دي. ازاي؟ حته ارض احنا كنا شايلينها لينا. المشكله ايه يعني؟ هو كان بيجي ينازعك في الارض ولا مشادات كلاميه لما بنتكلموا على قهوه على قهوه؟ على قهوه. بس ما حدش بينازعك في الارض. لا مفيش ازعاج. تمام. انا واخد قانوني، واخد رسمي. تمام. ما اقدرش يكلمني. تمام. هو ناقم وحاقد. ناقم وحاقد. تمام. الارض دي نظيفه، انتوا خدتوها انتوا مش عارف ايه. الكلام ده كان بيديك دفعه لانك تبقى ثابت؟ اكيد، انت مشجعني اكتر. تمام. طول ما الارض دي الناس دي بتتكلم كده بالارض كويسه، انا هغامر وهكمل. باي باي يا هجاوي المجتمع. لما بتيجي المعاينه بتلاقي الخلفيه غير الهجمات اللي انت بتهاجم بيها. صح. باي باي يا هجام المجتمع. لما بتقعد وتاكل وتشرب في المكان بتعرف ان تشطيب الارض اعلى من تشطيب الاراضي اللي بقى لها 30 سنه. اخبارك ايه؟ تمام والله. امال يعني ما شاء الله عليك ملونه زي ابوك. اسمك ايه؟ ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. ازيك يا ابراهيم؟ مبسوط؟ مبسوط. ابوك عمل لنا بوليكه من 3 سنين، من 5 سنين قبل ما تشتركوا بسنتين. ايوه. يا ابو عبد الرحمن، يا ابو خالد، هجيلك هطلع لك، والاخر جالي. كنت مبسوط لما ابوك جه؟ مبسوط يا عمي. لا حلو حلوه. ولما قال لك اقعد هنا ما كنتش زعلان انك سبت اصحابك وسبت؟ لا ما ازعلش يا عمي، عملت اصحاب ثانيين والدنيا تمام. عملت اصحاب ثانيين هناك؟ ايوه عملت اصحاب واحسن منك كمان.
لا والله. يعني ما بتبقاش مثلا تقعد تكلم والدتك وتكلم اخواتك ان انا زهقان وعايز اجي اقعد انزل اجازه وابويا لا. مش راضي ولا لا لا بجد؟ انا حبيتها، انا اصل هنا بيت وهنا بيت. تمام، تمام. هنا بيت وهنا بيت. ما شاء وانا الله. اصحاب وانا اصحاب. انا حبيت، انا اتعودت انا على الجو. ما شاء الله انت عامل بيت هنا كويس. البيت يعني. ده عملته ازاي؟ احكي لي كده. والله ما عملتش حاجه، ابوي اللي عمل بالتليفون. مش مسافر؟ ابوي كان بالسعوديه بالتليفون. ازاي بقى؟ ازاي بالتليفون؟ التليفون يقعد يعمل الصلاه هنا وتخش على طول ووضع على يميني كذا. لا يا راجل. كم اوضه البيت ده؟ كم اوضه؟ البيت 5 اوض. الصلاة على النبي. وصفوا لي كده. هنا دي منظر حمامه، دي منفصله دي. دي منفصله عن البيت. ماشي. تمام. هتخش كده تفتح الباب، هتخش هتلاقي صاله على اليمين. تمام. وصاله طويله في الوش. تمام. هتلاقي اوضه تمام. من ناحيه اليمين هنا، آه. وراء اوضه ثانيه. اه وفي هنا اوضه ثانيه مخزن على الشمال. تمام. وجنبي مطبخ. تمام. جنبي حمام ثاني. تمام. والمنظر دي ماشي. ف يعني داخل 5 الصاله. أوض. داخل الصاله في باب حواش، وديك على الحواش الناحيه الثانيه. اه الزريبه بتاعت البهايم. ده كله أيوة. ابويا بالتليفون، يعني تاخذ ابويا. وانت عمل لك الرسمه ووصفها لك. ايوه بالرسمه والكلام. طبعا عارف ان ابوك حرفي اكيد قاعد يكلم البنا ويعمل لي الشباك ويعمل لي الباب كذا. كل صح حاجه كده؟ بالتليفون، والارض اشتراها بالتليفون، ما شاء الله عليك. وكل حاجه بالتليفون. لو خدت- موجود معانا بصراحه. لا وفي الف بركه الحاج حسن. لو خدتوا بالكم بقول لك ايه؟ اخر الصاله باب داخل على الحوش. ودي جزئيه مهمه جدا اتعودنا عليها في الفلاحين، وحتى انا عامل عندي كده برضو زيهم. ليه بقى الصاله اخرها باب؟ لان الحوش ده فيه البهايم. البهايم ديت اللي بتولد واللي ممكن تتكعبل وان لسه والده. فانا النهارده نايم بالليل سمعت اي حركه غريبه قوم جاي فاتح وداخل على طول. تمام؟ حتى لو ما سمعتش ان في حركه غريبه، حتى لو ما فيش خطر، الصح انا شفت بقى الله يرحمه بيقوم بالليل ما يقرب عن 5 مرات يبص على البهايم. كان بيقوم بالليل يرش للبهايم ويقوم جاي داخل. طب في حاجه كمان، السيده الوالده او اختي الكبيره او اختي الصغيره اللي هي والدتك، هي بتخش وتطلع الحوش من البيت من غير ما تطلع بره ايه؟ حد يشوف. ودي جزئيه مهمه برضه. يبقى النهارده انت وخارج البلاد، لو انت معاك دليل زي علي اخوك، او انت معاك ابنك، او انت معاك جارك، او انت معاك حتى الشركه، لو عندك خطه بننفذها لك باذن الله تبارك وتعالى. باي باي يا حكام المجتمع. كل يوم بعد ما كنت بقى عمال يعني مهمل شويه وبقول ده يعني سيب الدنيا كده عشان العين بتفلق الحجر، كل يوم حكايه جديده من بيت جديد على دماغ الارض وقصه نجاح جديده. ومعانا برضو المعاينات على ارض الواقع بتبقى خير دليل. النهارده معانا معاين قريب مين؟ قريب علي وعم حسن. صديق طفوله، صديق دكه زي ما بيقول. كنتوا قاعدين في الدكه من ورا ولا من قدام؟ انت وحسن بامان. قدام ولا من ورا ولا من الوسط؟ احنا كنا شرطه المدرسه. بدي اخدكم الجسم بقى. وحسن اصلا حسن اصل كلامنجي وممكن يعرف يثبت اي حد. لا والله. احكي لي كده على اي موقف من ايام الطفوله بينك وبين حسن. لا ده كنا شرطه المدرسه ويعني تاريخ طفوله، وبعدين لما كبرنا برضه زماله في الشغل وزماله في انت الصنعه. بتاع سيراميك اصلا برضه زي حسن. بتاع سيراميك. فيعني قصه كفاح زي ما بيقولوا. انتوا بتعملوا قدام في المدرسه انت وحسن؟ ها؟ قد ايه ولا؟ لا كان زمان يسلمونا تعيين في المدرسه. تغذيه. تخزين. ايوه. يعني ده دلوقتي ما فيش حاجه بالنسبه للزمان. بياخدوا منك تغذيه. دلوقتي كنا بيردوا الفعل. كنا زمان نستلم تعيين ويعني غير الايام دي خالص. لا زمان كان دراسه، حتى الدراسه كان فيه اهتمام. في اهتمام عن دلوقتي. ده احنا كنا ما بنخاف المكان اللي قاعد فيه المدرس، خاف تعدي منه حتى. خاف نعدي منه. اي نعم. والله العظيم كانوا بيخلونا نكتب العيل اللي يروح يحضر مسلسل، ولا كان زمان مسلسلات على التلفزيون الابيض. ايوه فات زمان. لو لقيت عيل في القهوه تسجل اسمه. فكان فعلا يعني المدرس مدرس والتعليم تعليم، والطالب طالب، والطالب كان بيترعب من المدرس. ايه رايك في الجو بتاع البلد هنا؟ والله الجو ما شاء الله يعني كويس، المناخ كويس، التربه كويسه، يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كويسه يعني. شفت الاراضي اللي زرعه؟ الاراضي اللي زرعه والاراضي الجديده وكله يعني. شفت الناس اللي بانيه على دماغ الارض؟ ايوه ناس بانيه زي قصه حسن كده، في ناس بانيه على الارض شبه حسن كده، وناس عايشه هنا وكويسه يعني تمام الحمد لله. عجبك الوضع كشكل؟ الشكل العام كويس.
الشكل العام كويس. الشكل العام كويس، بس هو برضه مش كويس كده، لا ده كويس بجهد وعرق وتعب اكيد. جهد وجهد يعني مشقة في العمل. مثلا الإنسان يصبر عشان خاطر يجني ثمار ويلاقي. يعني ما يعني مش في يوم وليلة بيجي حسن ولا عمل. حصل. ده جهد سنين. تمام. فيعني شجع أي بني آدم يعني لو هو عنده الصبر والجهد والتعب يجي هنا. تمام. يعني ان هو عنده عزيمه واراده ان هو يصبر. انما بعد ما يصبر هيجني وهيلاقي ولا لا؟ هيجني وهيلاقي. بعد الناس مفكره ان احنا هات كده لو سمحت، الناس مفكره ان قاعد في الجبل ده قاعد في عشه بقى بتطير، اول ما يجي شويه هوا ويقعد يجري ورا العشه، وعلى ما ربنا يكرمه يعمل العشه من جديد يكون ملطه خربت وراح نام في الجامع. طبعا النوم في الجامع ده حاجه كويسه مش وحشه من افضل الاشياء، ولكن انت هتلاقي هنا عنده طاقه شمسيه. شغل الشاشه يا حبيبي. عنده مروحه اهوت فريش، مش مروحه بقى من الفرولا والثانيه والحاجات العاديه، لا فريش من الاصليه. عنده ثلاجه بيحط في الثلاجه ديت اي حاجه، عايز يشرب ميه ساقعه. عنده فريزر عايز يخزن اي شيء. عنده شاشه اهو للجماعه اللي بيحبوا الماتش، اهو الماتش اشتغل اهو. يعني هتسيب الماتش عندك هتيجي تلاقيه هنا عشان بس ما دماغك ما تروحش بعيد. يعني احنا عايزين نقول ان الانسان عدو ما يجهل. الانسان عدو ايه؟ عدو ما يجهل. اللي ما تعرفوش وما شفتهوش بتبقى انت تجهله، فبالتالي احيانا بتبقى انت عدوه. ربنا يبارك فيكم جميعا. كل يوم حكايه جديده. المشروع ده احنا بننفذه على ارض الواقع بتراث احدث في التشطيب. مشروع بيتك في غيطك. اي حد عايز تواصل معانا هيراسلنا على رقم الواتس الخاص بيه داخل وخارج مصر للحجز في مثل هذه المشاريع. ابار اعماق، طاقه شمسيه 175، تشطيب الارض كلها ليزر، كل تربيع محبس تحكم الغم. هنزرع زراعات تقليديه وهتزرع فيها شجر وجميع انواع الاشجار، وكمان هتزرع نخيل. انت زارع ايه غير بتزرع اي حاجه ثانيه غير الشجر والبرسيم؟ عندي نظام فدان ده مخليه احتياطي، كنت زارع قمح السنه دي. تمام. الحمد لله ربنا رضاني منه، وان شاء الله السنه الجايه عندي تربيعه جديده لسه هبدا فيها، ازرعها شعير وجرجير. تمام. احاول اجهزها للزراعه. تمام. وازرع ان شاء الله السنه دي ازرع كمون، اجرب حظي بقى. في الكمون ان شاء الله. ما تزرعش لا بصل ولا توم ولا؟ لا زارع توم وزارع بصل. وريني كده بصل وتوم كده، وريني اللي انت زارعه. حاجات في فول، هات فول كده. في فول برضه. ايوه فول. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طب يا ابني هات الخير ده يا ابني بقى انت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده توم، ده زرعه مع الجور؟ في الجور ده وسط الليمون. ده بقى حلاوه بقى اللي عنده شجر ان هو يشتغل ايه 2 في 1. انت عندك جوره ودي زرعه شتويه، وكده كده الشجر في الشتاء بيبقى عنده حاله سكون. فانت انت تستفيد بوقت السكون ده ان انت اولا تستفيد بالجوره، ثانيا بتعمل له عمليه تدفئه، ثالثا يبقى انت كده زرعت 2 في 1 مع اللي مشغل دماغه وكله تبارك الله زي علي كده. زارع توم. فص كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده واحد فص توم. ده فص توم اهوت، بسم الله تبارك الله. وزي ما انتم شايفين بيسموه عندنا في البحري شرش التوم. تبارك الله لا قوه الا بالله. وده ايه بقى؟ الله، فول بلدي. طيبت منه ولا لسه؟ طيبت منه. بيطيب بسرعه صح؟ بسم الله ما شاء الله. ايوه لا والله والله ايوه بسم الله ما شاء الله. يعني يقعد في المزرعه يدمس فول، يرزع الدماسه تكفيه يومين 2. هياكل منها اول يوم كده من غير طماطم، يعني الفول بالزيت بس. تاني يوم يبقى انصحه انه يعمل طماطمايه وبصلايه مع الفول. واقول لك ليه بعد الفيديو عشان دي شغلتي بقى. ده ماشي. لا في حاجه يا عم الشيخ، انا التوم ده هدف. اول حاجه ده مضاد حيوي للجدر بتاع الليمون. بيحميه من الفطريات. ثاني حاجه بستغل التوم ده هو للبيت يعني 2 في 1 زي ما انت قلت. منه بحوز له على الشجر ومنه بستخرج منه التوم بتاع البيت بتاعي. يبقى النهارده التوم ده هو اصلا اساسا احنا عندنا اصلا مصنع اسمده حيويه في البلد دكتور الصنفاوي. فعلا بيجي في اسبوع كده نلاقي البلد كلها توم. ايه يا عم بتعمل ايه؟ بقول لك التوم ده هو الحاجه الوحيده اللي بتقضي على النماتوده وجميع امراض الجذور التعفن. يبقى النهارده علي بالتجارب زرع التوم، لقى ان التوم بيفيد الايه؟ بيفيد الشجره بالصليق.
فجي رايح ايه؟ هيكتر من التوم هو بيوفر والبصل عليها رش يا شيخ، بيوفر عليها رش كتير. برضه. بيوفر عليها رش لان ده مضاد حيوي اه بيحمي السجر والنماتوده. انا بدل ما اجيب رش ب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه للسجر، بزرع التوم ده وطبيعي، مضاد حيوي طبيعي، تمام. بيطلع لي توم انا بستخدمه في البيت عندي، وبنفس الوقت لحافظ على السجر. والفول بتزرعه فين؟ برضه في الجوار برضه. في الجوار برضه. اه بس السنه دي ان شاء الله هحاول ازرع لي نص تربيعه كده ولا تربيعه كده كامله على بعضها. عندك سمك في البركه؟ عندي سمك في البركه. بيطلع على الاكل. بيطلع على الاكل، بنرمي له برسيم حجازي بياكلوا. بياكلوا. الحجازي تبقى عايزه مبروكه حشائش. مبروكه حشائش انا بننصح اي حد من الجماعه اللي عندهم برك، لان من هنا ورايح هنرجح موضوع البرك قوي، بالذات في المشاريع الايه الجديده. ليه؟ انت بتاخد حصتك وتحطها في البركه تروي، وانت بتاخد حصتك 3/4 الميه عندك والربع فين؟ والربع تحطه في البركه. على ما تجيلك الحصه المره الجايه يبقى انت خدت رويه كمان منين؟ من البركه. عندك شويه توم زي دول، عندك شويه شجر، عندك اي حاجه انت عايز فيها ميه في نص الاسبوع. بنصحك انك تحط حاجه اسمها مبروكه حشائش. ركزوا في هذا الكلام مهم. البركه عايزه مبروكه حشائش. طب ايه البديل لمبروكه الحشائش؟ القراميط. طبعا القراميط في ناس مش عايزينها وبتاع، بس انا بقول لكم القراميط دي لما تبقى عندك في بركتك وتاكلها برسيم وتاكلها عيش وتاكلها كنسه الفران، هتروح الفرن وتقول انا عايز الكنسه بتاعت الفرن. الكنسه ديت بتبقى ما بين رده ودقيق واخره، وعليها كسر عيش، وكسر العيش دوت عليه خميره، والخميره ديت نوع من انواع البكتيريا لما بتنزل في الميه بتخلي الميه خضراء. الميه الخضراء دي حاجه اسمها الفيتو. الفيتو ده حاجه يعني نوع من انواع البكتيريا، لما بيتنيه يتكاثر تلاقي البركه اخضرت. مش انت بتلاقي البركه احيانا كده؟ هتلاقيها اخضرت بقت عامله زي الزيت كده. لما يتكاثر اكتر بتلاقي ظهر حاجات كده اسمها الزوبلانكتون. الزوبلانكتون ده نوع من انواع الطحالب، بتبقى حاجه فايده جدا للارض. فانا بنصح اي حد لو جاب سمك يجيب مبروكه حشائش، هياكلها برسيم حجازي لانها جعلت لكده، او يجيب قراميط، او لو جاب بلطي ياكله علف عايم. علف عايم ترمي العلف كده يبقى على الوش، السمكه تطلع تاكله من فوق. ربنا يبارك فيكم جميعا. انا سعيد بيك النهارده صديق عمر حسن. الشباب مش عارف مبسوطين ولا بالكم؟ شايفكم قاعدين بره كده على ولا قاعدين في جوز الرشا، يعني مبسوطين بجد. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا علي، ربنا يبارك فيك وفي اخواتك لابوك يا رب، ويجعلكم دايما يعني بنائين يعني في المجتمع وللمجتمع. كل يوم حكايه جديده، بيتك في غيطك على ارض الواقع، على ارض الواقع. للحجز داخل وخارج البلاد 0100 879 1285. معاكم أسامة الفار، ده رقمي أنا شخصيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.